السلام عليكم. اتفرجوا معايا على أجمل وأفخم المنازل الحديثة. منازل واسعة جدا، ألوان جميلة، كلها رخام. هتتفرجوا على تشكيلة جميلة جدا من الديكورات والأساسات، في منها القديم وفي الجديد. كراسي أنتيكات قديمة معمولة بتصميمات حديثة. الألوان الحيط كلها عبارة عن ألوان بيضة وألوان فاتحة، كلها فاتحة. التصميم هنا تحفة جدا. المنازل دي منازل في الغرب طبعا، مش عندنا، كلها ازاز والشمس داخلها من كل حتة. دي السفرة، الكراسي بتاعتها برضو بيضة، السفرة كلها ازاز. ندخل بقى على اوضة الجلوس او الانتريه، فيها شاشة عرض برضو وجميلة جدا، فيها حمام. هنا برضو تصميم الانترهات جميل جدا، كل غرفة مستقلة بنفسها باللون بتاعها. والانتريه لون الحيط، لون الفرش كله واحد. تدخلي تلاقي تحفة فنية كده في كل حتة. بصراحة بيوتهم كلها راقية وكلها جميلة. اتفرجوا بقى، السلالم دي طالعة لفوق في الدور التاني من جوه البيت. دي السفرة، هتلاقي كل حاجة. تلاقي هنا سفرة، تلاقي هنا انتريه، اوضة جلوس. الشبابيك كلها مفتوحة، الشمس داخلة من كل مكان والشبابيك. هنا الدفاية، هنا برضو اوضة انتريه جميلة جدا. اللون الرصاصي حلو جدا. هتلاقي الستاير نفس اللون، نفس الموديلات. في كل اوضة هتلاقي شاشة عرض. هنا برضو الحيطان لون الرخام، والسفرة تحفة جدا، صغيرة ومحندقة وحلوة. هنا برضو اول ما تنزلوا من على السلم هتلاقي الصالون جنبه فازة الورد، الوان جميلة. طبعا احنا هنا عندنا في مصر بيعملوا الحيطان متشكلة الوان مختلفة، الوان مبهرجة. هنا لون او لونين بس بتبقى شكله جميل جدا. هنا بقى المطبخ الامريكاني. تقعد على الكراسي هتلاقي الحوض والمطبخ داخل جوه البيت مفتوح في الصالة. شفتوا التصميمات، اشكالها جميلة جدا، اللون جميل. بس طبعا لو عندكم اطفال صغيرة مش هينفع. دي برضو الانتريه محطوط برضو جنبه شاشة عرض. هنا بقى تلاقي وانت طالعة على بره كده تلاقي سفرة، وتلاقي انتريه ومكتبة جميلة جدا. تدخلي بقى على الحاجات اللي جوه دي، تلاقي الانتريه وجنبه دفاية. الانتريه ابيض، لون الستاير ولون الحيط. بصراحة مهندس الديكور فنان، رسم لوحة فنية. دي برضو بصوا، المطبخ هنا خرافة بمعنى الكلمة، واسع وكبير وداخل في الصالة وفي الصالون وبرضو مفتوح له بره. هنا بقى الطرقة بتاعت المنزل. شفتوا؟ تدخلوا بقى ايه، تلاقي هنا حاجات جميلة جدا، السفرة والانتريه والمكتب. وتدخلوا جوه برضو هتلاقي ركنية كبيرة. هنا الإنارة، كل مكان معبر عن نفسه وجميل. النجف، حتى النجف معمول عليه شجر صناعي، شكله جميل جدا، يدل على الطبيعة. بره برضو في جناين طبيعية جميلة جدا. كل حتة بقى دي مخصصة للورود والأشجار. تلاقي بقى ايه، ترابيزات وحاجات حلوة جدا. بصوا الشاشة لازقة في الحيطة على طول، شاشة كبيرة ومحطوط جنبها كراسي، وفي سرير ورا، يعني تقعدي على السرير او على الشезлونج عادي. ودي برضو ركنية او انتريه كبير مكون من 4 قطع. برضو الحيط، احلى حاجة للحيط لون الارضية، كل لون الدولاب، اي حاجة هنا شبه بعض. هنا برضو اللون الازرق في الاصفر. لو عايزة تعملي ركنية، الالوان دي جميلة تحفة جدا.
الوانها جميلة بجد بجد، تصميمات حلوة جدا. يعني بيقولك طريق الاطفال ممكن تنام عليه عادي، ده لو عندك عيد ميلاد زيني بيتك ازاي. طبعا طبعا كل مكان هنا جميل. ما تنسوش يا بنات بقى تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. دي برضو الانتريه، مكان لوحده كده، وجنبه برضو الخشب، وهتلاقي جنبه دفاية لو عايزة تتدفي في الشتاء. طبعا البيوت الواسعة دي بتبقى ساقعة، لازم في كل مكان يكون فيه دفايات. بصوا بقى، دي بيقولك ممكن تفرشي حتة سجادة صغيرة جدا قدام الانتريه، مش شرط تفرشي السيراميك اصلا او الرخام، مش محتاج اي فرش. حاجات بسيطة كده. احنا عندنا هنا بنملي البيت كله سجاد، بنداري السيراميك والرخام، ما بنظهرش منه حاجة مع انه هو اصلا معمول عشان يظهر. شوف الشكل عامل ازاي، المكان اصلا تحفة ويفتح النفس. ده برضو اوضة انتريه منفصلة بشاشة العرض. اكتر حاجة عند الناس دي شاشات العرض والفشار، وقاعدين بقى والشموع والدفاية، شغل عالي فاخر. شوفوا بقى، الدفاية دي بتدفي المكان وبتطلع الدخانة كلها لبره المنزل في الهواء الطلق عشان ما تبهدلش الديكورات والالوان. دي برضو اوضة انتريه مفتوحة، فيها مكتبة، فيها شاشة عرض، فيها موسيقى، دفاية برضو. هنا بقى الدفاية، المكان ده تقعدي فيه في قلب الشتاء، تدفي، تقعدي على الشموع، جميل جدا. بصراحة تصميمات الأجانب تصميماتهم حلوة جدا، وديكوراتهم هادية كده، وحاجات هادية وجميلة. بصوا الأشكال، تلاقي بقى حاطلك سلة مليانة خشب متقطع، وعندك الدفاية تحط الخشبة دي تقعد معاكي طول الليل تدفي المكان، وجنبك انتريه، وفوق من الدفاية شاشة عرض عادي. ادخلي بقى هنا على الانتريه، ومن على الانتريه عدل تطلعي برا. كل حتة هنا متفتحة، هما بيحبوا الشمس وبيحبوا الهوا طبعا انتوا عارفين الشمس والهوا بينقي البيت. هنا مكتب لو عايزين يقعدوا مثلا يكتبوا. الركنية دي شكلها تحفة جدا، اول ما تنزلوا من فوق تلاقوها، شكلها جميل جدا. يعني الاولاد مش محتاجة تطلع برا عشان تلعب، كل حاجة موجودة في البيت. شفتوا الجمال؟ قولوا لي رأيكم في التعليقات، لو عندك بيت زي ده هتطلعي منه ولا هتدنك قاعدة فيه. بصوا، تحفة فنية. تقعدي بقى تقري كتاب، تسمع اي حاجة على ضوء الاباجورات، اي حاجة تسمعيها تقعدي عليها. هنا راحة نفسية بصراحة. البيوت هنا عشان بيبنوا، اما بييجوا يبنوها بيجيبوا لها مهندس، هو اللي بيشرف على الديكورات، هو اللي بيجيب كل حاجة في مكانها، وبيظبط كل حاجة. بتستلمي منه الفيلا او البيت الكبير ده، بتستلميه هو مجهزه وجاهز. شفتوا بقى الحيط هنا لونه اصفر، لون الرخام بالظبط. هنا الركنيات بيقولك الكوبايات، حتى لون الانتريه، كل حاجة شكل بعض في البيت. هنا برضو بصوا الديكور عامل ازاي، الشезлونج وجنبه ورد. طبعا عندنا بيوت جميلة جدا برضو في مصر، بس البيوت اللي بتبقى جايلها مهندس، البيوت الكبيرة المتظبطة، لكن البيوت العادية عادي، التقليد عادي. شفتوا هنا الانتريه جميل ازاي، ده كرسي. بصوا الاشكال جميلة وهادية كده، تحسي البيت كده. الالوان طبعا الالوان الفاتحة دي بتخليكي تحبي البيت ومريح للعين.
غير الالوان اللي كلها داخله في بعضها كده معقده. ده برضو كرسي مريح، بيوريكوا الكرسي الاشكال اللي فيه داخله برضو مع البيبان مع الحيطان والقماش، درجات اللون متظبطه مع بعض. احنا كده قربنا نوصل للنهاية. بصوا الفازات، حتى الفازة مرسوم عليها اشكال وكبيرة كده وشكلها حلو جدا، ولون برضو الانتريه كله لون واحد. ده برضو اوضة انتريه كلها شموع، كلها اشكال حلوة جدا. دي بقى القعدة الرومانسية لو انت وجوزك مثلا عايزة تقعدي لك قعدة رومانسية. ده بقى مكان تحفة جدا. بصوا الشكل عامل ازاي، بصوا الجمال. ده برضو كرسي مريح جدا. دي الناس اللي ظهرها تعباها على طول وعندها غضروف، ممكن تقعد على الكرسي ده وترتاح من غير ما تتعب، تسند ظهرها، مريح جدا. وده برضو. يلا ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس على الكل. السلام عليكم.